السلام عليكم البنات والولاد اللي كيشاهدوا القناه ديالي. كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. اليوم بغيت نشارك معكم هاد الدواء. الاسم ديالو سبيكتروم. هاد سبيكتروم تيصلح الناس اللي عندهم الحرقه ديال البوله، والمشكل ديالو هو ان كيكون عندنا شي التهاب في المسالك البوليه ولا شي تعفن في المثانه، يعني في النبوله، كما نقولوا حنا البرد في النبوله. فكيسبب لينا هذا المشكل ديال حرقة البول، اننا كنبقاو غاديين جايين للطواليت، وكنقدروا بعض المرات يكون داك كمية البول اللي كنتبولو غير قليلة، شوية شوية كنمشيو شوية كنعاودو شوية بحال غير كنقطرو صافي. فهذا مضاد حيوي وافضل مضاد حيوي اللي كيعالج لينا هاد المشكلة. وهاد الدواء راه خاص بالرجال والنساء اللي عندهم مشكل في البروستات. فهذا راه إن شاء الله أفضل، كما قلت لكم أفضل مضاد حيوي للناس اللي كيكون عندهم الميكروب واللي يكون عندهم التهاب. وكيكون هادشي في الوقيته ديال البرد، ملي كيكون يبرد الحال كاين بعض الناس اللي كيتصابوا بهاد حريق البولة، فكيبقاو غاديين جايين. فهذا كيكون كما قلت لكم غير شي تعفن في المثانة، ولا كيتصاب الانسان بالبرد. حيت الناس الاولين كانوا كيقولك البرد، عندي غير البرد. فيحاول الانسان دائما يحتاط من هذه القضيه ديال البرد، يعني كما نقولوا تصابيت بالبرد. وهذا يعني حاول يعني ما بحالنا حنا بكري كانوا الناس مثلا كيمشيو للباديه، وكاين اللي كان كيخرج يتبول على برا في الليل وكيكون البرد، يعني كيتصاب حتى هو بهذاك المشكل. فكنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وتشتركوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. وهذا الدواء كنستعملوه 2 مرات في النهار من بعد الاكل، مره في الصباح ومره في الليل. وهذه كتكون فيها 20 حبه، 20 قرص، يعني كدير لنا مده 10 ايام وكنحبسوه. هاد سبيكتروم 500 ملغ، ولكن ماشي تمشيو تاخدوه بوحدكم، خاص حتى يكون استشارة طبية وتاخدوه مع يكتبوا لكم الطبيب، اولا نتوما تقترحوا. يعني ملي تيبدا يتكلم معاكم كيقول لكم راه عندي هذا المشكل، قولي واش ممكن نستعمل هاد سبيكتروم، راه سمعت بانه هو مزيان. اما باش تمشيو تاخدوه بوحدكم من الصيدليه وما يكونش عندكم هذا المشكل ديال التهاب في المسالك البوليه ولا تعفن، فما كنصحكمش. دائما استشاره طبيه. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واشتركوا مع الاهل والاصدقاء والدعموا يشتركوا في القناه ديالي باش تعمل فائده على الجميع ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله تعالى.